مرحبا يا أحلى عالم، كيفكم؟ إن شاء الله يا رب تكونوا دائما بصحة وخير وسعادة. معاكم محمد شاهين من قناة شاهينكو، ورجعنا لكم بمقطع جديد. راجع صاحبك اهو شافني راجع وقال ما بيعرف. حلقتنا اليوم مميزة جدا، راح نتحدث فيها عن جنس موجود معانا وبتكاثر بطريقة مش طبيعية. موضوع حلقتنا اليوم راح يكون عن جماعة الألوان. كنترول بعرض أختك، ركز لي على كلمة ألوان. الوان 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 الوان. عزيزي المشاهد، لا ينحصر تفكيرك بساهر منذر أو هيفاء ماجيك. بهالفترة هاي طلعت ناس أوسخ منهم بكثير. خلينا نتحدث عن الموضوع أكثر، وقبل لا نفوت على المقطع لا تنسى الضغط على زر اللايك واكتب لي رأيك بالتعليقات، ولو مش مشترك اشترك وفعل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد. خلينا نشوف المقطع. راضي براحة بالي، ما يهمك مصيري، اطلع من تفكيري. يعني بالله عليك بالله عليك، هذا منظر تقابل فيه ربنا يوم القيامة؟ روح اتسلى بغيري، راضي براحة بالي، ما يهمك مصيري. يعني يا زلمة مش عارف شو بدي أقول لك أنا. بما أنت بتعرف ده انت يومك اسود، يومك اسود، يومك اسود. أنت المفروض قبل ما تطلع بالشكل هذا وبالانحطاط اللي أنت فيه تستهي على الشيب اللي عليك، تستهي على مقبرة. على كل من يجده يقطع النعال على راسه ويرجع للبيت، لان احنا ما فينا حيل اسمع، ندور. أنت واحد زيك ما راح يفرق معاه هذا الحكي، أنا متأكد. حل عني بقى، حل عني بقى، اتركني ان شاء الله يا واطي، اتركني. يا راجل انت ده ايه اللي انت عامله ده؟ عيب عليك في السن ده، يطلع منك كل ده. تفضل. والله حط أغنية، أنت فعلا حط أغنية مناسبة إلك، يعني ما فيش مشاعر هيك تحركت فيك مع الأغنية هاي. الأغنية لا بقيت لك بصراحة، مشاعر ما في أحاسيس تحركت، حزت في بالك إنك تبهدل في حالك هيك. انت حمار، مو لانه اللي معك احقاد شخصيه لا سمح الله، انت حمار لانه فعلا حمار. يا راجل انت ده ايه اللي انت عامله ده؟ عيب عليك في السن ده، يطلع منك كل ده. كلمني فهمني. اهبل، اكسر امك كاتشب هذا في راسك، متخلف انت. ولا القرف يقرفك، انت على حفة قبرك. يعني ايش اللي بتعمله في لبس الفستان ومكيج حالك وحالتك انت بتعمل لنا اغراء؟ يعني هيك هذا اغراء؟ تفي على هيك اغراء يا زلمه، قلبت المعدة عندي. ابو لحيه، ما نكبنا في الدنيا هذه الا ابو لحيه. اخوان الوضع مو طبيعي والله، العالم انجنت ولا صار في مخها اشي، يعني مش عارف انا شو بتهياله، شو فيها انا كندره ولا ايش راح نلاقي في مخه. على عهدي على ديني، على ارض تلاقيني، انا لاهلي انا فديهم، انا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني. شديد. انا مش عارف ايش السلالة اللي انت منها، او انت من اي فصيلة كلاب حتى، بس اللي بحب احكي لك اياه، فلسطين بريئة منك ومن اشكالك، من الاشكال اللي زيك. تطلع انت زلمة لازم تستحي على حالك، مش تطلع ترقص. فلسطين بريئة من هيك اشكال. فلسطين كل يوم بتخلف جنود، وفيش طفل لعوب هواية طفل مولود تصنيع بارود. هون بتعلم ابنك ينطق اسم ابوك. فلسطين واذا ملاحظين انه ظاهرة المناخ كثران الايام هاي. وبمناسبة هذا الاشي خليني اورجيكم شخصية انتو نفسكم راح تتعجبوا منها. طبعا هذا البني ادم ولا حكى كلمة من حد ما طلع على السوشيال ميديا لحد اللحظة هاي اللي انا قاعد فيها مكاني، ولا حكى كلمة. طبعا هسه راح اورجيكم، راح تفهم برضه. هو بنعد على المناخ، عرفتوا؟ بنعد عليهم. خليني اورجيكم اياه. 50 ما هذا بحق الجحيم.
ما هو يعني مشان الله ترحمنا، لا منظر ولا محضر ولا اي اشي مميز. يعني ايش القرف هذا؟ ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ انا على ابوك، لا ابو الميل ما طلع ايه، ولك تنفذ واحد دايع ساقط ابن القندرش. الله لا يسامحك، الله لا يسامحك زي ما كرهتنا في المكياج وكرهتنا في النسوان كلهم من وراء هالشكل العاطل اللي طالع فيه. واصلا لعلمك ذنوب على الفاضي اللي بتكسبها يعني. نصيحة مني، هاي ذنوب على الفاضي، انت ما راح تستفيد اشي يعني. لا انت لا كسبان دنيا والاخر مش راح تكسبها يعني، جهنم مضمونة الك. فاعمل اشي بحياتك مفيد يعني. مش عارف شو يا اخوان، احكوا لكم كلمة يا اخوان، شو هالمنظر هذا؟ يعني منظر رحمة بامبرز احلى منك يا رجل. يعني قلنا جي وامر الله، هذا اشي بخصك ملناش دخل فيك، تنحرق ان شاء الله يعني. بس شنع وبتدلع كمان فوق هالشناعة اللي انت فيها يا زلمة. الله يلعن، والله لو امسكك لاورم عينيك هذول اكثر من مرة معك. عزيزي المشاهد، انا بقول ننهي مقطعنا على خير، لانه اذا بورجيك اكثر من هيك قرف راح يصيبك اسهال مزمن عزيزي المشاهد، وانا صحتك بتهمني. هيك نكون وصلنا لنهاية مقطعنا اليوم، ولا تنسى تدعمني بالضغط على زر اللايك، ولو مش مشترك اشترك وفعل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد، ولا تنسوا تعملوا لي فولو على انستغرام وعلى تيك توك، وانتظرونا في المقطع القادم. سلام. Yeah, the energy is so amazing. Subscribe now if you really into gaming. With the flyest, the coolest, Australian, Aussie SLA, super entertaining. Yeah, keep it real and keep it true. Shout out to Scrappy Doo and Scooby Doo. Is it lit? Is it hype? Come find out. Don't delay, don't wait. Just subscribe now. Aussie SLA.